الناس بعض الأوقات يضربون مثل، يقول ما كل بيضة نشحمه. وصحيح ما كل بيضة شحمه، يعني بعض النبات تشوف لك بيضة تحسب شحمه وتصير عصبة ولا تصير حصات، يعني الشحمة معروفة لذيذة ولينة تقدر تاكله، لكن فيه شيء أبيض ما يصير شحم. هالمثل هذا له قصة، يقولون إن فيه ولد مثل ما تقول عمره 20 أو 22 عند أمه، ما غير هو أمه بس، بادية طبعا. يوم من الأيام بغوا يغزون ربعه، قال لأمه أبا غزي. قالت يا وليدي لا تغزي، اسمه جريس، يا وليدي لا تغزي يا جريس، أنا مالي غيرك، والمغازي خطره به ذبح وبه موت وبه ضيعان وبه والربع ذول اللي يبون يغزون متعودين ومتعلمين، وانت ما تعرف، أخاف تغزي ولا تجي، وانا مالي غير الله ثم انت. قال أنا بغزي، ما نبات المستمر على هالطريقة، الناس يغزون والرجال يروحون ويجون وانا بستعد، والله مالي عن غزي. المهم حاولت بو ما قدرت، قالت أجل ودعتك الله، أبا أوصي عليك حدا الربع وبعلمك بشيء. قال ها؟ قالت إلى من الرجاجيل أكمنوا يعني جلسوا للبل، إلى منهم وصلوا المحل اللي بهالبل يقعدون قبل طلوع الشمس يحترون البل تمرهم، ولا مرتهم كلنا خذ اللي يقدر عليه، وتقبلوا الخلا وتجمعوا لهم محل وجو. أنت خليك ذيب مع الذيابة، اللي واليك اخمط قعود بكرة ونحش، خليك عجل، لكن انتبه فيه شيء. قال وش؟ قالت فيه أم دويس، لا تقربه يا جريس. قال وش أم دويس؟ قالت أم دويس الذلول اللي تلقاه من بد البعارين، عليه اشتاد وعليه دشن وعليه خرج وعليه سفايف وعليه الرجاجيل ما يقربونه يخلونه، يعرفون أنهم ما هي بلهم، أنت لا تأخذه ولا تجيه. قال خير إن شاء الله. جات الواحد من الربع وسطتك فترى ولدي إمانة معك، ترى توه بغزي وهذه أول مغازيه. قال بشري يا أم فلان، يوم بغى يمشي مع السلامة يا يمه. قالت مع السلامة يا جريس، أنا بحذرك عن بعض الأطماع وحذر عن أم دويت لو هي وحدها، يلحك راعيها على التل وفزاع الشيز بنت تو زمت نهدها. انتبه للكلام اللي يقول لك يا جريس. قال بشري يا يمه. راحوا وصلوا محلهم لهم يبون لهم غازين، وقعدوا للبل اليوم مرتهم البل مع طلعت الشمس ما معه الا رعيانه، الذياب يتقاطعونه، هذا ياخذ قعودين وهذا ياخذ قعود وبكر وهذا، وهو ده اللي يخفز بين هالبعارين، يركض ولا ركض لما القعود ذا ولا والله انه اخذه هذا، ولا ركض للبكر ذي ولا ماخوذه، تلدد ولا والله ذي ام دويت اللي تقول امه، عليها اشتاده وعليها خرجه وعليها دويرعه وعليها سفائف وعليها. قال عاد ولا قالت هالعجوز لا تاخذه، عاد انا بطيع العجوز، وهو يلوح بظهره وهو يلحق ربعه. أخذ ولا والله التفت ولا والله راعيها كالصفرة بساقته، يوم أقبل عليه وهو يمد البندق عليه قال اصبر. يقول هالولد اصبر يا أخوي اصبر لا تذبح، والله ما لأمي غيري. وهو يحول، يوم حول وإذا يحول عليه وهو يعطيها الكف ويعطيها الكف الثاني وهو يحزم يديه، ولا والله أنه يوم ده اللي يضحك أنت يا جريس، وهو يشيله معه على الفرس وهو يسترد. قال بعد وتضحك تأخذ أم دويت وتضحك، وهو يجيبه معه للبيوت مستاسره. يوم أقبلوا على البيوت ولا والله يوم طلعتها كالبناوة اللي تجي له مترين طولها كالشقحة كالبيضة، ولا والله أنها يوم انطحتهم، ولو محول عن الفرس وحول الأسير، ولو ما أخذت بعنان الفرس، ولو راحت به، ولو عنته عند وسط البيت، ولا والله كالشايب جالس على معاميله. يوم وصلوه بغوا يصلونه قال وش ذا؟ يقول الشايب. قال هذا أسير آخذ أم دويت ما بقي غيره راتبه. وهو يضحك الولد مرة ثانية. يوم ضحك ويناظره الشايب قال يا وليدي وش علمك تضحك؟ قال يضحك. يقول الولد هذا الولد أبوها الشايب.
قال يضحك يبي تهيبل يبينا نطلزه، تراه ضاحتني يوم مدير تستافه قبل شوي. قال يا ولدي وش ضحكتك؟ قال والله يضحتني يا عم أمي، والله إنها ناصحة عنكم. قال نصحك عنه؟ قال اي والله ناصحة عنكم. قال أمك وش يدريها عنه؟ قال قايلت لي يا جريس أنا بحذرك عن بعض الأطماع وحذر عن أم دويت لو هو حدها الحك راعيها على التلو فزاع عشيز بنت تو زمت نهدها، والله إنه الحقن ولا كذا على التلو ودار تستافي، وهالحين يوم وصلنا قابلتنا بنت هالرجال هالفالحة وخذت إعنان الفرس، والله إن اللي وصفت أمي إنه وقع، وأنا بيني وبين أمي الحين ما مشى 5 أيام، لكن المشكر الله. وهو يضحك الشايب قال لا يا وليدي، يا وليدي ما كل بيض انشحمه، وش تبي بأم دويت؟ ما كل بيض انشحمه، لكن عطى له قعود يرتسب عليه ويروح لأمه بدل وصية أمه وخله يتوكل على الله. قالوا يعطونه كالقعود ويرتسب عليه جريس ويجي. هذه ما كل بيضا اشحمه. تشبه رضا وبقيق والظهراني، تشبه رضا وبقيق والظهراني، تشبه رضا وبقيق والظهراني، تشبه رضا وبقيق والظهراني، على الذي حرق بقلبي سوى، على الذي حرق بقلبي سوى، على الذي حرق بقلبي سوى، على الذي حرق بقلبي سوى.